والسيدة دروسي زهية زوجة قربعة مديرة مركز تكوين مهني والتمهين مهدوي بوعزة الكرمة. يتواجد المركز في بلدية الكرمة دائرة السينيا، يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 19064 متر مربع ومساحة مبنية تفوق 4500 متر مربع. بالنسبة لقاعات التدريس يوجد في المركز 4 قاعات للتدريس، منهم قاعة مخصصة للإعلام الآلي و5 ورشات: ورشة خياطة، ورشة التدفئة المركزية، ورشة كهرباء السيارات، ورشة الكهرباء المعمارية، وورشة حلاقة النساء. يتواجد بالمركز مطعم يوفر وجبات غذاء للمتربصين والمتمهنين بمعدل 120 وجبة في اليوم. بالنسبة لقاعات التدريس يوجد 4 قاعات للتدريس، منها قاعة مخصصة للإعلام الآلي و5 ورشات: ورشة خياطة، ورشة حلاقة نساء، ورشة كهرباء معمارية، ورشة كهرباء سيارات، وورشة التدفئة المركزية. بالنسبة للتخصصات المدرجة في دورة سبتمبر 2024 هناك تخصصات في النمط الحضوري، وتخصصات في نمط التمهين، وتخصصات في التكوين التأهيلي. بالنسبة للتخصصات المدرجة في نمط الحضوري عندنا كهرباء معمارية، تدفئة مركزية، خياطة، وعامل في المكرو معلوماتية. بالنسبة للتخصصات المدرجة في نمط التمهين عندنا حلاقة رجال، قيادة وصيانة آلية الورشات، استخراج زيت الزيتون، استخراج المواد الدسمة، ومكياج ومانيكير. بالنسبة للتكوين التأهيلي الأولي هناك اختصاصات في التلقين الإعلام الآلي وخياطة وتجميع اللباس. بالنسبة لمنحة البطالة يكون المستفيدين من منحة البطالة في تخصصين في التكوين التأهيلي، وهي قص وتجفيف الشعر وأظافر ومانيكير. بناتي وأبنائي قاطنين في بلدية الكرمة والمناطق المجاورة لها، التسجيلات مفتوحة على مستوى المركز إلى غاية 28 سبتمبر 2024. ستجدون على مستوى المركز طاقم إداري يرافقكم في التسجيلات ويسهل لكم عملية التسجيل، وكذلك أساتذة يرافقونكم في مشواركم الدراسي. الشهادات التي سوف تتحصلون عليها هي إن شاء الله مفتاحكم لعالم الشغل. مرحبا بكم في مركزنا. السلام عليكم، معكم المتربصة بنرماش شيماء المتكونة بمركز التكوين المهني مهداوي بوعزة الكرمة، الاختصاص الخياطة. لمدة التكوين 12 شهر تعلمت بزاف الأمور ومنها التفصال والخياطة، وتعلمت نركب الجيوب. ما كنتش كاع نعرف نخرف في الماشينة، ودروك راني تعلمت وراني ندير بالماشينة وباليد. البرا ما كنتش نعرف نشدها، ودروك راني نعرف وراني الحمد لله. وان شاء الله هاد الامور اللي تعلمتها من نكمل التكوين ناخذ شهاده اللي باش نحل فيها ان شاء الله مستقبلا البروجي تاعي ان شاء الله. ادعو كل من تتوفر في هذه الشروط ان تلتحق بمركز. كاين كل شيء، كاين اساتذه وكاين شحال من اختصاص، ما كانش غير اختصاص الخياطه. انا المثل ما كانتش نشوف عندي نظره بعيده، ودروك راني نشوف بعيد. روحوا مرحبا بكم، ما تضيعوش الوقت. التوفيق للجميع ان شاء الله. معكم ديما محمد امين المتمهن في مركز تكوين مهني لبلديه الكرمه، تخصص حلاقه الرجال. مده التكوين هي 12 شهر، ندرس يوم واحد في الاسبوع اللي هم يوم الاحد، وباقي الايام عندنا تربص مهني ندرس عن صاحب المحل. وانا نبغي هذه المهنه هذه زعما ملي كنت صغير، والحمد لله راني ملي جيت دخلت هنا راني زدت ديكوفريت بزاف صوالح، والحمد لله غادي يفيدوني في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله نحقق المشروع تاعي، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. كل الام ولا كل بنت راهي تشوف فيا عندها موهبه تاع خياطه، عندها حلم انها تتعلم الخياطه ولا تقدر تلتحق بالمركز التكوين المهني الكرمه. كاين ماشي غير تخصص تاع خياطه، كاين شحال من تخصص تقدر تتعلم فيه. ما عندهاش شهاده، ما عندهاش دبلوم، تقدر تجي هنايا تقدر تتعلم بالزيرو. بالك ما تعرفش ما تركب البرا ولا تقدر هنا تركب البرا، تقدر تخيط، تقدر تفصل، تقدر دير كل شيء. ما تكمل مهنه تدي شهاده كفاءه مهنيه تقدر تحل بها اتولي ولا خاص بها، وتقدر تخصص مشروع ليها. هذه الفائده ليكم.
كل ام ولا كل بنت، والتوفيق للجميع. انا كمثال كنت نبغي خياطه، صح ما كنتش عندي لها فكره، ولا كي جيت هنا تعلمت وديت فكر بزاف. وكاين هنا اساتذه ما شاء الله تقدروا تجوا تعلموا، كاين لي ماشين، كاين كل شيء تقدروا تجوا تعلموا وما غاديش تندموا. اي بنت ولا اي ام راهي تشوف فيها ما غاديش تندم. حاولوا تدخلوا، وتوفيق للجميع.